عمر، ايه اللي جابك؟ في حاجة؟ تليفونك مقفول، حبيت اشوفك قبل ما اطلع المطار. مطار ليه؟ حصلت مشكلة كبيرة في اجراءات الهجرة عندي ولازم اسافر كندا حالا. حبيت اشوفك قبل ما اسافر. بجد هتسافر؟ ايوه. تعالى يا عمر، تعالى اقعد. قصدك ان الموضوع له علاقه بشغلنا مع حسام؟ عندك تفسير تاني؟ مش عارفه، انا ملحقتش افكر فيها كده لحد ما الضابط سالني في التحقيق اذا كنت اعرف حد من الضحايا او اهاليهم. قلت له ايه؟ انا خفت وقلت له لا. عملت طيب؟ لو ان انا برضو خايف يدوروا ورانا ويعرفوا ان احنا اصحاب. ساعتها هقول لهم ان انا معرفش ايه اللي حصل مع بنتك، هألف لهم اي سبب. بس لو الموضوع ده له علاقه بالشغل، مين بقيه الناس اللي اتقتلت دي؟ محدش هيبقى عارف ورا الحكايه دي الا حسام. انت كلمته؟ لا طبعا ما لحقتش، انا اول ما عرفت الخبر جيت لك جري. طب كلمه، خليه يجي حالا عشان نفهم راسنا من رجلينا، وفهمه ان لو ما جاش دلوقتي هقلبها ضلمه فوق دماغه. ما تلوش دراعي بحكاية سفرك دي يا عمر. يعني ايه اقرر دلوقتي؟ انت عارف ان انا ما بحبش الطريقة دي. لحد امتى هفضل الف وراكي وخلاص يا نهال؟ ويبقى المهم الطريقة اللي انت بتحبيها او اللي ما بتحبهاش، تفضل مشاعري وكرامتي مالهمش اي تاني. انا حياتي كلها متلخبطة، مش عارفة اعمل ايه في نفسي. ليه؟ انت امك من امجد وانت خلاص شلتيه من دماغك. مين قالك ان انا شلته من دماغي؟ خلاص نكمل سوا ونخلص الموضوع ده. ما ينفعش، ما ينفعش يا حبيبي، مش هعرض فريدة للخطر. وبعدين بقى هنفضل نلف في الدايرة دي لحد امتى؟ لغاية ما ربنا يأذن. اوكي يا نهال، براحتك، بس خلي بالك ان انا مسافر ومش راجع. انا مش هفضل اشحتك طول عمري. اذا غيرت رايك بكلمني، بس على الله ما تعمليش ده بعد فوات الاوان. اشوف وشك بخير يا بنت عمي. ايوه يا محي، حصل، بلغوني من شويه. انت عندها دلوقتي؟ طب بص بقول لك ايه، عزيها بقى بالنيابه عني على ما ابقى اشوفها. لا دلوقتي ايه دلوقتي، انت عارف الساعه كام؟ حاضر حاضر يا سيدي، هاجي، هلبس واجي حالا مسافه السكه. اتفضل. مساء الخير يا حبيبي. مساء الخير يا ناصر. حضرتك جاي متأخر، أنا قلت حضرتك مش هتيجي النهارده. معلش لسه مخلص شغل دلوقتي حالا، وبعدين يا ولا انا اقدر اروح من غير ما اجمد الاول. أجيب لحضرتك حاجة تشربها بسرعة كده؟ حجر واحد بس وامشي. تؤمر يا باشا. مساء الخير يا ماما، ازاي؟ ايه اللي مصحيكي لغايه دلوقتي؟ مين؟ لا حول ولا قوة الا بالله، انا لله وانا اليه راجعون. شدي حيلك يا امي، البقاء لله. انا ساعة وهجيلك ونطلع على البلد ان شاء الله. مع السلامة. مع السلامة. لا حول ولا قوة الا بالله، سبحان من له الدوام. مساء الخير سعادة الباشا، معلش انا اسف سعادتك اني بتكلم في وقت متأخر، بس لسه والدتي مبلغاني دلوقتي ان خالي توفى وعايز اروح احضر الجنازة والعزاء في اسيوط، فبستأذن سعادتك بس 3 ايام اجازة. حياتك الباقية يا فندم، ما نجيلكش في حاجة وحشة يا فندم. شكرا يا فندم، الف شكر. اتفضل يا فندم. ناصر. أيوه يا حبيبي. حساب كام عشان مستعجل؟ على طول كده يا باشا. معلش اصل مستعجل.
باشا كنت عاوز اخد راي حضرتك في حاجه كده مهمه قوي يعني. يا ابني بقول لك مستعجل. والله العظيم هاخد من حضرتك دقيقتين 2 بس. ها خير؟